احنا لو عندنا اعلام محترم ما كنتش طلعت اتكلمت. لو عندنا اعلام بيحترم شعبه وبيتكلم بانصاف وبما يرضي الله وبيطرح القضايا وبيحلل القضايا بما يرضي الله، احنا كشعب مش من حقنا ساعتها ان احنا نطلع ونتكلم. ليه؟ لان انا بشوف حد بيتكلم عني، انا بشوف حد بيتكلم عني وبيقول اللي جوايا وبيقول بنفس درجة الغضب، بحسه انه مصري. طيب لو عندنا برلمان محترم ما كناش طلعنا واتكلمنا، ما كناش بدأنا نعمل فيديوهات نودي نفسنا في 60 داهية. لو عندنا برلمان بيحترم شعبه ما كناش اتجرأنا على الفيديوهات اللي احنا بنعملها. ليه؟ لان انا عندي برلماني انا انتخبته بيعرف يجيب لي حق من بق الاسد، بيعرف يتكلم على قضايا محورية وبيتكلم فيها بما يرضي الله. لما بيقول لا بيتسمع، ولما بيقول بيوجع. تمام؟ فانتوا خليتونا نلتجئ لطرق تانية مختلفة عشان نعبر بيها عن نفسنا، فده خطأكم. وخليتوا الناس تترمى في أحضان غيركم بغبائكم. يعني أنا لما أجي أدور على حق الدستوري اللي كفاله القانون والدستور، أتكلم على المادة 65 اللي بتقول لكل إنسان ليه حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة، حرية الفكر والرأي مكفولة، والتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير. بستخدم حق الدستوري اللي بالنسبة لكم يعتبر بلح ولا ليه لازمة. لما اجي استخدم حق الدستوري في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للمادة 19 اللي بتقول لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة دون اعتبار للحدود. بستخدم حقوق الدستورية اللي العالم كله موافق عليها والدول كلها موافقة عليها. بستخدم حق دستوري أصيل في الدستور بتاعي. لكن لما أشوف مفيش حد بيتكلم عننا، لا إعلامي ولا برلماني، هتعوزوا مننا إيه؟ أصله مش بالعافية إن أنا أحبك، ومش بالعافية إن أنا أكون متوافق معاك، ومش بالعافية إن أنت تبلعني موضوع سد النهضة، ومش بالعافية تبلعني المجازر والحاجات اللي بتحصل دلوقتي في فلسطين وأنت ما عملتلهمش أي حاجة. مش بالعافية إن أنت تبلعني المجاعة اللي بتحصل في شمال غزة دلوقتي على مرأى العين مننا وحكومتي مش عارفة تعمل حاجة. مش بالعافية إن أنت تبلعني قلة كرامتي في الداخل وفي الخارج. مش بالعافية إن أنت تبلعني تخليني أوافق على موضوع إن أنت تبيع الأراضي والأصول والكلام الفاضي ده. مش بالعافية إن أنا أكون شاكك إن في قناة بتتعمل قصاد قناة بن جوريون ومفيش حد بياخد منها ومفيش حد بياخد أي أكشن ضدها. مش بالعافية الديون اللي انت دخلتني فيها ان انا اكون متوافق على قراراتك. ما هو انا لازم اتكلم لان مفيش برلماني ومفيش اعلامي بيتكلم، كلهم في جيوبكم. ودلوقتي بتعملوا فتنة ما بين الجيش وما بين الشعب والتلاحم اللي احنا كنا فيه. جيشنا على دماغنا من فوق، كل فرد من افراد الجيش على دماغنا من فوق الا المجلس العسكري. المجلس العسكري اللي ان شاء الله هيتحاسب شئتم ام ابيتم. رئيس المجلس 18 اسم المفروض ما فيش مصري ينساهم. رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحه فريق اول محمد زكي. رئيس اركان حرب القوات المسلحه نائب المجلس الاعلى للقوات المسلحه فريق اسامه عسكر. مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستوريه والقضاء العسكري اللواء ممدوح شاهين. القائد قوات البحرية فريق أشرف إبراهيم عطوة. قائد قوات جوية فريق محمود فؤاد عبد الجواد. قائد قوات الدفاع الجوي فريق محمد حجازي منازع. قائد القوات الخاصة أركان لواء حرب. قائد الجيش الثاني الميداني محمد ربيع أركان حرب لواء. قائد الجيش الثالث الميداني شريف العرايش.
قائد المنطقة المركزية العسكرية طارق الشاذلي، قائد المنطقة الشمالية العسكرية وليد حمودة، قائد المنطقة الجنوبية العسكرية محمد محب حبشي خليل، قائد المنطقة الغربية العسكرية محمد هيثم حلمي، رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة أحمد الشاذلي، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة نبيل حسب الله، رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة كمال وفاء، رئيس هيئة القضاء العسكري حاتم الجزار، رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية شريف فكري. انتوا مفكرين ان انتوا بعيد؟ مفكرين ان انتوا بعيد؟ ما انتوا مشتركين في كل اللي بيحصل مع الرئيس الحالي. كلكم مشتركين مع الرئيس الحالي في كل قرار سياسي سواء داخلي او خارجي. شئتم ام ابيتم، لو حصل في البلد دي ثورة هتكونوا انتوا السبب فيها، لان كل القرارات السياسية اللي انتوا وافقتوا عليها من 10-12 سنة فاتت كلكم ملزمين تحت قسم ان انتوا تحموا البلد وتحموا الشعب وتحموا الارض. انتوا ما حميتوش الشعب ولا لينا كرامة في الداخل ولا في الخارج، ولا حميتوا الارض بسد النهضة وكل اللي بيحصل على حدودك. وانت اتعاملت زي ما قال الرئيس بتعامل بشرف في زمن عز فيه الشرف. في كل القضايا اتعاملنا بشرف، في كل القضايا اتعاملنا بشرف. في زمن عز فيه الشرف اتعاملنا بشرف، في زمن عز فيه الشرف على حدودك في السودان لغايه ما خربت. اتعاملت بشرف في زمن عز فيه الشرف على حدودك في ليبيا لغايه ما خربت وبقت حدودك مستباحه. اتعاملت بشرف في زمن عز فيه الشرف في الوقت الحالي مع الكيان نفسه، وانت شايفه عمال يقتل اخواتك ويغتصب اخواتك واطفالك بتطلع من تحت الانقاض اشلاء. فلو في ذره انتماء وولاء للبلد دي تقدموا نفسكم للمحاكمات العسكريه قبل ما يحصل اي لغط او اي ثوره ايا كانت في البلد. تاكل الاخضر واليابس. الشعب لا هيهمه عرجاني ولا هيهمه نخنوخي ولا هيهمه برطماني ولا برلماني، وانتوا عارفين الكلام ده كويس. لو عندكم 100,000، احنا 120 مليون، لو جايبين حتى ميليشيات من بره، الشعب ده يقدر يحمي نفسه. ولو حتى مفيش قنوات اعلاميه واقفه معانا في الوقت الحالي فحقنا هناخده منكم. فانتم عندكم ولاء وحب لتراب هذا البلد، قدموا نفسكم لمحاكمات عسكريه والرئيس الحالي يعتزل ويقدم نفسه المحكمه ثوريه. انا شفت منكم ايه في اخر 10 سنوات؟ فينا من سد النهضه دخلنا فقر مائي بسببكم وبسبب قراراتكم وبسبب سياسه الشرف اللي بنتعامل فيها في عز مش عارف ايه الشرف. الكلام اللي بيقوله الرئيس زي ما برضه كان قاعد وسط قضاه يقول لك انا ممكن اخرب البلد بباكيته بانجو وشريط ترامادول. يعني المفروض لو في قاضي محترم يقوم يحط الكلبشات في ايده مع كامل احترامي. انت بتتعامل بشرف في زمن عز فيه الشرف على ايه؟ على قضايا خبيثه ودول خبيثه. ظروفك ايه دلوقتي مع تركيا وقطر؟ بعد ما كنت صدعت ودني ان هم بيمولوا الارهاب وهم قتلوا جنود نفسينا. احمد المنسي دمه راح هدر. الشهيد احمد المنسي وكل زملائه وكل ضباط الجيش اللي ماتوا في سينا دمهم راح هدر. اقسم بالذي احل القسم ان اعرف ام شهيد واختي شهيد، والله لما شافتنا بنحط ايدينا في ايدين قطر وتركيا وبنتصالح معاهم قالت لي انا ابني راح دمه هدر، بس مش عارفين يتكلموا. فاحنا بنعمل ايه؟ احنا بنستخدم حقنا الدستوري اللي كفله القانون وبنقوم بنعبر عن نفسنا وبنعبر عن راينا، لان مفيش اعلامي واحد بيتكلم عني بما يرضي الله ومفيش برلماني بيتكلم عني بما يرضي الله. وانا عارف اخرتي ايه، انا عارف اخرتي ايه. كلمة الحق اللي بقولها في حق سلطان جائر في الوقت الحالي انا هحاسب عليها قدام المولى عز وجل، سواء بقولها من قلبي او بنفاق او قصدي حاجة. الحمد لله بفضل الله ان انا اتكلمت. انتوا ضيعتوا البلد ودلوقتي احنا داخلين على ثورة. والكهرباء هو ده الجون اللي انتوا جبتوه في الكهرباء وفي الغاز، الحنفية اللي بتتفتح بس من اسرائيل، ومش عايزيننا ننفجر. شايفين الوضع الحالي في البلد ومع ذلك انت قاعد على كرسيك
قدموا نفسكم محاكمات عسكرية وانقذوا البلد من أي ثورة أيا كانت. ده لو عندكم ذرة انتماء لهذا البلد. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم.